دعا المدرب الوطني وليد الركراكي الجمهور المغربي إلى دعم لاعبي خط الهجوم لفريق الأسود، لأنهم يعانون من ضغط جماهيري كبير عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، مناشدا عدم وضعهم تحت الضغط من أجل تقديم أفضل ما لديهم. ووعد الركراكي أنه سيعمل مع مهاجم المنتخب الوطني حتى يتسنى أن يكونوا عند حسن ظن المغاربة، مضيفا أنه فقط يتعين على الجمهور منحهم الدعم والتشجيع والثقة اللازمة بغية تجاوز العقم الهجومي الذي أتحمل مسؤوليته. يقول: وبخصوص ما تروجه الصحف الفرنسية بشأن اقتراب هيرفي رونار من تدريب المنتخب المغربي، أوضح مصدر من داخل الجامعة الملكية المغربية أن فوزي لقجع جدد ثقته في المدرب الحالي وليد الركراكي، مشترطا عليه إصلاح ما يمكن إصلاحه. وأكد المصدر ذاته أن المباراتين التي ينتظر المنتخب المغربي خوضهما ضد نظيريه منتخبي زامبيا والكونغو خلال شهر يونيو القادم ستكونان حاسمتين، بحيث سيتحدد مصير الناخب الوطني وليد الركراكي في مسألة ترحيله من عدمه في حال ما إذا لم يحقق الأسود الهدف المنشود.